للترجيين في الدقيقة 31 من عمر المباراة ومن عمر الشوط الأول. هذه الهجمة التي ختمها اللاعب الكاميروني يانيك نيانغ بامتياز أمام مدافعين ليغالط الحارس المكسيكي ويفتتح التسجيل للترجي 1-0 بعد نصف ساعة، لكن 39 دقيقة كانت كافية لتعديل النتيجة بالنسبة لفريق المكسيكي مونتيري بهذه الكيفية. غالط مير حارس مرمى الترجي معز بن شريفية، ثم تلاها هدف ثاني بعد 5 دقائق بهذه الرأسية من المهاجم دينيغريس في الدقيقة 44. في بداية الشوط الثاني تقريبا 3 دقائق أو دقيقتين منذ بداية الشوط الثاني، كرة فضائية مرتين بالراس والكرة في مرمى بن شريفية من جديد عن طريق زافالا، لكن الترجيين في الأخيرة أبوا إلا أن يذللوا الفارق عن طريق ضربة جزاء كان تحصل عليها النجم الترجيين في هذه المسابقة يوسف المشاكني، والتتويج الكرة كان من ركلة جزاء عن طريق خالد المولهي. مثلما نتابع الهدف الثاني 3 أهداف مقابل